السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في احسن الاحوال. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا فيديو جديد وخبر جديد على قناتكم. شوفوا اش طاري، ما تنسونيش اخوتي دائما من اللايك والتعليق بخصوص الموضوع خديجة بنت البلاد. توفى لها الاب ديالها وانهيارها قبل قليل بواحد الفيديو اللي نشرته على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام وكذلك التيك توك. فالله يصبرها، لانه ماشي سهل عليها اخواني اخواتي انك تجي من الغربه. والحمد لله انها يعني مات وهي يعني رجعت للمغرب. الخبر كان ديال الموت وانت في الغربه فهي كتكون اصعب. فالله يصبرها يا ربي. فغادي نخليكم مع الفيديو ديال خديجه بنت البلاد ونرجع من بعد. با حنيني مشى البنات، مشى با مسكين، مشى با حبيبي عند الله سبحانه وتعالى. مشى. درت هاد الفيديو البنات دعيو مع با، الناس كاملين دعي مع با مسكين، با حبيبي دعيو مع با، دعيو مع با ينور قبره. با حبيبي با مسكين مشى عليا، با خوا الدار البنات، با خوا الدار، با مشى عند الله. اليوم رحلة، البارح اللي غدا ان شاء الله غنديروا ليه الصدقه ديال 3 ايام. غدا غنمشي نشوف با في القبر. دايو مع با، با بلاصه اخوات، با بلاصه اخواتي البنات. فكما سمعتوا اخواني اخواتي، خديجه واللي في هذا الفيديو هذا يعني بزاف يعني تاثروا بهذا الفيديو. كتظهر فيه خديجه وهي يعني منهاره، وما غادي يحس بخديجه الا اللي مجرب الفقدان ديال الوالدين. فهو اصعب احساس انك ممكن تحسوا هو الفقدان ديال الوالدين. فالله يصبرها على فراقهم يا ربي، وان شاء الله يا ربي يطول ليها في العمر ديال الام ديالها يا رب. فالله يرحم الاب ديال خديجه ويرحم جميع المسلمين، والله يثبتوا عند السؤال ويجعل مأواه الجنه ان شاء الله يا رب. هذا احبائي كنكون وصلنا الى نهايه الفيديو، في انتظار اخبار جديده. فما تنساوش لايك والبارطاج ديال الفيديو، واللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس باش دائما توصلوا ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.